بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى يلقاكم وانتم ألف صحة وعافية. اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم واحد الوصفة رائعة ديال الجدات وديال الأمهات للشعر وتقوية الشعر. الناس اللي تيتساقط لهم الشعر بزاف بالخصوص في هاد أيام الشتاء. هاد الوصفة هادي مضمونة ومجربة 100%. تنتمنى تجربوها. فيها أعشاب صحية لفروة الشعر والشعر، تتخليه قوي صحي وكثيف. تنتمنى تجربوها. وإلا عجبكم اخوتي وخواتاتي الفيديو ما تنساوش تدعمونا بواحد اللايك، اشتراك، وفعلوا الجرس الا كنتم مشتركين. وإلا جربتوا الوصفه وعجبتكم رجعوا للفيديو، حطوا لنا التعليق ديالكم والملاحظه ديالكم. ولهاد الوصفه تنحتاجو كأس ديال زيت الزيتون، 6 ديال فصوص ديال الثوم، شويه ديال القرنفل، شويه ديال الحرمل، ملعقه كبيره من كل شيء، وشويه ديال حبه الراس. غادي تمشيو عند العطار وغادي تقولوا ليه حبه الراس. تاخذوا القياس اللي بغيتو، 3 دراهم، 2 دراهم، 5 دراهم، على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا. كاس ديال الزيت مهم ديروا فيه هذا المقياس هذا، ملعقه كبيره تقريبا. الطريقه ديال التحضير: تناخذوا واحد الكاسرونه، تنحطوا فيها ديك الزيت ديالنا، زيت الزيتون، وتنديروها الدفا واحد شويه فوق البوطه، غير تسخن ما تحرقش، غير تسخن شويه. نحيدوها من النار. ناخذوا هذوك الفصوص ديال الثوم ونقطعوهم في هذيك الزيت. على هذا الشكل هذا. ضروري تسخنوا هذيك الزيت باش دغيا تفاعل لكم، ولكن ما تحرقوهاش، ما طيبوهاش باش ما توليش سامه. وهنا تناخذوا هاد الاعشاب هادو، هاد القرنفل وحبه الراس والحرمل، تنطحنوهم في الطحانه، طحن مزيان، يتسحقوا، نسحقوهم. نسحقوهم باش يطلقوا الفوائد ديالهم. تناخذوا هذا المسحوق هذا اللي طحنا، وتنضيفوه على ديك الزيت الزيتون والثومه. هاد الوصفه هادي راها مجربه مضمونه 100%. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله. تنظن ان العديد من النساء تعانيوا في هذه الفتره من تساقط الشعر بزاف بواحد الوتيره كبيره، وحنا عارفين في فصل الشتاء تتكون هاد الظاهره هذه، تتساقط الشعر بكثره. بزاف ديال العوامل تتساعد. مثلا المناعه ديال الانسان تتكون هابطه في هاد الايام هذه، اضافه الى ان النساء تتناولوا موانع الحمل اللي تطيح الشعر. وقلة أشعة الشمس تكون قليلة شوية. فيتامين دي ما تيكونش كتير ديال الشمس، تيساعد حتى هو في ضعف الشعر. صافي اختي، تنخلط هادشي كله وتنسد عليه فواحد القريعه ديال الدجاج،
وما غاديش نستعملو تما النيت. ضروري هاد الزيت هذا تخليه يترقد مينيموم 24 ساعه. تستعمليه تتشقي به الشعر ديالك قبل ما تستحمي ب4 السوايع او نهار. تشقي به شعرك مزيان وثم تمشي تغسلي الشعر ديالك. وإلا خفتي من الريحه ديال الثومه تغسلي شعرك وتشدي واحد الماء تديري فيه شويه ديال القهوه وشويه ديال الخل وتصفيه وتشلي به الشعر ديالك. ما تتبقاش الريحه ديال الثوم نهائيا. ما تنساوش تدعمونا بلايك، اشتراك، تفعيل الجرس. شكرا لكم والى فيديو اخر بحول الله.